الجيش الجزائري هو الذي سيسمي الملاحم، وأنا أكرر الجيش الجزائري هو الذي سيسمي الملاحم. كيف؟ فرضية الملاحم الكبرى في آخر الزمان. لن تسمى الملاحم العظمى في آخر الزمان، تسمى في البداية جهاد ومعارك فقط، ولن تسمى ملاحم إلا إذا دخل الجيش الجزائري في هذه المعارك. عندما يدخل الجيش الجزائري في تحرير بلاد الشام تسمى الملاحم. لماذا؟ الجيش الجزائري عندما يدخل ستسقط جيوش أكثر من مليار، تكون أكثر من 2 مليار أو 1.5 مليار ضحية القتلى. يحصد الجيوش، الجيش الجزائري والجيش اليمني، الجيش اليمني والجيش الجزائري يحصدوا الجيوش العملاقة يصرفوها صرف في بلاد الشام، تتوافد الجيوش العظمى إلى بلاد الشام، ولن تسمى الملاحم إلا إذا دخل الجيش. أنتم مجانين العرب. أين العرب والعالم؟ مليون شهيد ضد الاحتلال الفرنسي، وما فيش معاهم لا بندق ولا جرمل ولا أي حاجة. أيوة، كان معاه الآن يمتلك مدافع دبابة كل حاجة. يعني معركة نهاية الكون عندما يدخل الجيش الجزائري فيها.